فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وأحبابي طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة بإذن الله تعالى معنا درس قسمة ضرب وقسمة الأعداد النسبية. بص يا حبيبي، سلايدين كده في البداية عايزين نضرب الأعداد دي يا مستر بسط في بسط، مقام في مقام، مهما اختلفت الأرقام. برافو يا حبيبي. 2 في 3 ب6، 3 في 4 ب12، نختصر تبقى 1 على الاتنين. طب يا مستر ما التلاتة تروح مع التلاتة والاتنين مع الأربعة تبقى برضه 1 على الاتنين. برافو، شغل دماغك بترتاح. 75% يعني 3/4 سالب 3/10 يعني 3/10، سالب في سالب بموجب. 3 في 3 ب9، 4 في 10 ب40. خلص. نص ناقص ربع. طب ما النص يا مستر ممكن اكتبه 2 على 4 ناقص ربع، هتبقى ربع في 2 على 5 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها 2، بسط في بسط، مقام في مقام، مهما اختلفت الأرقام. 1 في 1 ب1، و2 في 5 ب10. اللي فوق ده لازم ترفع الكسر، تمام؟ فهثبت يا مستر التمانية زي ما هي، هنا ضرب وهنا موجب. 3 في 8 ب24، 1 25 في ادي السالب يا مستر زي ما هو، ثبت الخمس. ايوه نوع ما تثبتش الخمسة. 5 في 4 ب20، 1 تبقى 21 بتساوي. يا مستر دي بقت مسألة صعبة بصراحة، ده أنا عايز الآلة. يا حبيبي ركز من غير آلة، في حاجات بتختصر، يعني على الخمسة فيها الواحد وعلى الخمسة فيها برافو والخمسة. السالب ينزل بسط في بسط، مقام في مقام. 5 في 1 ب5، و5 في 2 ب10، 8 في 1 ب8 من غير آلة. انت بس كل اللي محتاجه انك تحاول تشغل دماغك. السلايد اللي بعده بيكلمنا عن القسمة، والقسمة أخدناها أغنية زمان شهيرة، الأول زي ما هو والعالة تبقى فيه ونشقلب البعديه وخلص. 4 في 7 ب28، و5 في 3 ب15. ارفع الكسر، ثبت التمانية. 8 في 3 ب24، 1 تبقى 25 على. يا مستر ما ماشي عشان نشوف اللي بعده واحدة واحدة. ثبت الخمسة، وهنا ضرب وهنا زائد. 5 في 4 ب20، و1 برافو تبقى 21. شقلبها بقى تبقى 25 على 8 في سالب 5 على 21. أكمل بنفسك. هنا يا مستر ده بيقول لي ربع والعالة تبقى فيه وشقلب البعديه. ده اللي بعده ده سالب 7 على 10، فتبقى 10 على السالب 7، بسط في بسط، مقام في مقام، مهما اختلفت الأرقام. اللي بعده مديني تلت زائد نص، هوحد المقامات يا مستر. 2 في 1 ب2، 3 في 1 ب3، اجمعهم يبقى 5 على 6، والعالة تبقى فيه وشقلب البعديه. هيروحوا كله مع بعض وتبقى بس معايا 1. برافو عليك. هيدخلني بعد كده في متاهات بتاعت حوار خواص عملية الضرب في نون. الخواص هي الانغلاق، الإبدال ينفع 2 في 3 هي 3 في 2، الدمج هي الأقواس، العنصر المحايد الضربي هو الواحد مبأثرش في عملية الضرب، المعكوس انك بتقلب الرقم، يعني 2 على 5 معكوسة 5 على 2، خاصية التوزيع انك بتاخد الحاجة المشتركة. طب ما تيجي نشوف يا مستر. خلي بالك لو كان العدد النسبي ألف على باء ما يساويش صفر، فمعكوسه الضرب ب على ألف. أي عدد في معكوسه يديك المحايد، أي عدد في معكوسه يديك المحايد الضرب. 2 على 3 في 3 على 2 يديك 1، 5 على 7 في السين يديني 1، يبقى السين ب7 على 5 معكوسها الضربي. الصفر ملوش معكوس ضربي، دي كمان هتحتاجها في تالتة إعدادي لما تكبر، فركز فيها. المعكوس الضربي للعدد 1 هو نفسه، وللسالب 1 هو نفسه، تمام؟ القسمة على الصفر غير ممكنة. العدد النسبي له معكوس ضربي لو كان الألف مش بصفر، عشان يا مستر لو 0 على 5 وجيت أديها معكوس ضربي تبقى 5 على 0، فدي ليس لها معنى. تمام؟ ركز خالص في النقطة دي. السلايد اللي بعدها بتكلمني عن بعض الحاجات السهلة المكررة كثيرا في امتحانات. يا مستر أنا دايما باخد الحاجة المشتركة اللي تكرر ولم الباقي. يعني 8 على 17 بقى 4 زائد 10 زائد 3، برافو بقت 8 على 17، ودول بعد ما جمعت 17
راحوا مع بعض بقت التمانية، مفيهاش حاجة. هناخد دي يا مستر، أنا واخد بالي التمانية على التلاتاشر، هجمع 9 زائد 5 ناقص 1. يا مستر ما انت خدتها، أيوة، بس باقي مكانها -1 حفظا للخانة، وهي أصلا مضروبة في 1، بس أي حاجة في 1 بالحاجة نفسها فمش مكتوبة، فتبقى 8 على التلاتاشر، ودول تجمعتهم ب13 يطلع معاك بس التمانية. دي سهلة وهسيبها لك تحلها لوحدك. هنا اللي مشترك 9 على 37، فمستر 9 على 37، فبقي 6 على 13 زائد 7 على 13 ناقص 1. لما جيت أجمع يا مستر الحاجات اللي عندي دي، جيت أجمع الموجود، فلقيت يا مستر ده أنا عندي دي كده 9 على 7، هنكملها هنا 9 على 37، تمام. 6 زائد 7 13 على 13 اللي هي بواحد، فبيجي عندي 1 ناقص 1 صفر، وأي حاجة في صفر بتساوي صفر. وبكده انتهى أهم المشاكل اللي ممكن تقابلك. هنشوف طبعا اللعبة بتاعتنا زي ما متعودين. شوف لي كده المعكوس الضربي، المعكوس الضربي بتشقلب الأرقام دي. هسيبك 3 ثواني ومش هعتقد انك محتاج مساعدة فيها. لو نفس الحلول خد الصندوق. الله يسهل. ركز ان الصندوق ممكن يكون موجب او سالب. ارفع الكسر اولا، ترفع الكسر وتشقلب، تاخده ولا تسيبه انت وحظك. والعانة. لو نفس الحلول فانت تمام. اوبس 5 بس يا معلم، 500 بس. هسيب لك انت الاولى دي تحلها لوحدك وهي اللي تاخد عليها السكور. هنحل مع بعض التانية. عايز س في صاد في عين، معناها سالب تلت في 3/4 في -3. تمام يا مستر. ايه اللي بعمله بعد كده؟ هتختصر، يعني هتلاقي السالب في سالب هتطلع بموجب، ال3 دي هتروح مع ال3 دي خلاص، فبيجي معاك بس فوق 1 على ال12 بس كده. هنا عايز س في صاد، يعني سالب تلت في الصاد اللي هي 3/4 زائد الصاد اللي هي 3/4 في العين اللي هي -3. شوف بقى هتختصرها هيطلع شكلها ازاي. هتلاقي ال3 هتروح مع ال3 يبقى معاك -ربع، زائد دي ملهاش اختصار فهتبقى -6 على 4، هتجمعهم يبقى -7 على 4 بس كده. كل المطلوب منك انك بتعوض. هنا معاك الالف ب2 والباء بنص والجيم ب3 على 2. شوف بقى هتعملها ازاي. لو حليتها صح خد السكور. برافو، فبقينا 3000. عارف ان الناس كانت خايفة تطلع -1000 زي المرة اللي فاتت. وبكده يكون انتهى الدرس بتاع النهاردة. اتمنى لو كنت فدتكم ولو بجزء بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.